ومن مصر ومعاه شيء وشويات ومبسوط. مش عارفة بصلك على ايه جاتك نيلة. مش كان يتجوز بنت اعتماد؟ بس هنقول ايه، كل واحدة وبتاخد نصيبها. بتتكلمي بجد يا مرات عمي؟ يا حلاوة يا ولاد، يعني انا هسيبكم وهمشي من هنا؟ احسن برضه، ده انتوا عيلة تقصر العمر. امشي يا قليلة الادب يا قليلة الرباية، اكلي البهايم يا اختي وازرعي الارض، خلصي الشغل اللي عليكي كله يا حبيبتي. ايه فاكرة نفسك سنيورة ولا ايه؟ انا سنيورة، انا عايزة اعرف بس، هي اعتماد بنتك دي بتعمل ايه كل يوم؟ بتحط على وشها 4 كيلو بودرة و2 كيلو كحل، وفي الاخر العيال بيخافوا منها عشان هي وحشة قوي. اما انا حلاوتي رباني. انت عاوزة اعتماد بنتي انا اللي معاها اعدادية تقوم تزرع الارض وتأكل البهايم؟ لا يا حبيبتي، انا اعتماد بنتي متعلمة، انما انت جاهلة ومعكيش غير ابتدائية. انت يا اختي اللي تعملي وتشتغلي، اما هي سنيورة حبيبة امها. ماشي يا مرات عمي، في الاخر بتعايريني؟ ما انت اللي قعدتيني من التعليم انت وعمي وشغلتوني خدامة عندكم، وجاية دلوقتي تعايريني بقلة علامي؟ انا رايحة احش الارض واكل البهايم احسن من الكلام معاكي. سلام. شوفي البت قلة الادب بترد عليا ازاي؟ مش كفايه العريس الغني اللي جاي ليها ده وما جاش لاعتماد بنتي؟ يا قلب امك يا بنتي، ربنا يعدلها لك يا اعتماد يا بنتي يا رب. اعتماد صحت من النوم وخرجت لامها وشعرها منكوش وشكلها وحش قوي، لانها اصلا مش اموره خالص، وفرحانه احلى منها بكتير، ودايما اعتماد بتغير من فرحانه بسبب حلاوتها. صباح الخير يا ماما، انا قايمه جعانه، هو فين الفطار؟ اوعي تقولي مفيش فطار. سلام من قول من رب الرحيم. في ايه يا اعتماد؟ في ايه يا حبيبتي؟ في حاجه يا اختي كده اخترعوها اسمها مشط، سرحي شعرك بيه الاول قبل ما تخرجي عليا كده، اتخضيت من منظرك يا بت. اعتماد بزعل. في يا ماما؟ حتى انت كمان بتزعليني بكلامك، يعني اعمل ايه يعني؟ دي خلقة ربنا. انا عاوزه افطر دلوقتي ولا مفيش فطار؟ استني لما البت فرحانه تخلص الشغل في الارض وتيجي تعمل لك الفطار، انا مش قادره اقوم من مكاني. وفعلا بعد شويه فرحانه جت وخلصت شغل الارض كله واكلت البهايم، وكانت داخله البيت وهي هلكانه وتعبانه ونفسها تستريح. اعتماد اول ما شافتها قالت: بقول لك ايه يا فرحانه، انا مستنياكي من بدري، خشي بقى حضري لي الفطار عشان انا جعانه قوي. اعوذ بالله من امنا الغوله دي، في ايه يا اعتماد عامله كده ليه يا شيخه؟ الله يسامحك، خفت منك. ما تقومي يا اختي تحضري لنفسك انت الفطار، هو انا الخدامه اللي جابها لك ابوكي؟ ايه ده كله يا بنتي يا فرحانه؟ ما تخلصي وتحضري الفطار لاعتماد عشان لما يجي عمك ما اقولوش. لو على ايه؟ حاضر يا مرات عمي، هحضر لها الطفح، قصدي يعني هحضر الفطار لاعتماد حبيبتي. ايوه كده تعدلي، ما انت جاهله ومعاكي ابتدائيه، اما انا متعلمه ومعايا اعتديه مره واحده، ولازم تبقي الخدامه، اما انا برنسيسه اقعد واحط رجل على رجل. والله انا اول مره اشوف كارته واثقه من نفسها كده. احترمي نفسك بقى يا فرحانه، ان شاء الله ابويا وعدني ان هو هيعمل لي البتاع اللي اسمه الكرياتين ده في شعري، عشان شعري يبقى ناعم كده زيك واحسن منك كمان. وتعمل ايه المشطه في الوش العكر؟ قصدي ده انت احلى مني يا اعتماد، ده انت عسوله. طب ما انا عارفه يا اختي انا احلى منك، دي حاجه مش عاوزه كلام. فرحانه قالت في نفسها: يا رب خد واحد واحد وارتاح منهم كلهم يا رب، يا رب العريس اللي جاي ده ياخدني من هنا، دي عيله تقصر العمر، يا رب اخلص من مرات عمي ومن عمي الظالم ومن امنا الغوله اللي اسمها اعتماد دي. العم اللي اسمه عماد رجع من الشغل وقال لفرحانه: انت يا بنت يا فرحانه، تعالي يا بنت حطي لي رجلي في شويه ميه، انا تعبان من الصبح ومش قادر امشي على رجلي. حاضر يا عمي، لما طفح بنتك اعتماد، قصدي يعني لما اكل اعتماد، هجيلك على طول عشان احط لك رجلك في شويه ميه. حمد لله على سلامتك يا عماد. عملت ايه في العريس اللي جاي للبت فرحانه؟ انا عارفه يا اخويا ان احنا معناش فلوس نجهز حد، يا اما بقى ياخدها بشنطه هدومها يا اما يسيبها زي ما هي كده، اهي نفعنا برضو في البيت. والله العريس هيجي النهارده وان شاء الله هنشوف، لو هيدفع فيها فلوس ياخدها ويغور بيها، لو مش هيدفع خليها اهي مريحانا في البيت.
ايه يا عم اللي انت بتقوله عليا ده؟ هو انت فاكرني بقرة ولا ايه اللي يدفع فيا فلوس؟ انت بتباني يا عمي. يا اختي من حقنا يا اختي ناخد حق الاكل والطفح والشرب اللي كنت بتاكليه. اما اللي هنعمل لك ان شاء الله هنربيكي على الجاهز ولا ايه؟ وبعدين يعني يا بابا عملت ايه في الكرياتين اللي انا عايزه اعمله في شعري ده؟ ده ب1500 مرة واحدة. انا ماليش دعوة، اتصرف. انا لازم اعمله، يعني لازم اعمله. لازم شعري يكون ناعم كده زي البت فرحانة، واحسن كمان. حاضر يا اعتماد يا بنتي. والله يا بنتي انت صعبانة عليا، كل ما بص في وشك بحزن. يا رب تنامي وتصحي تلاقي نفسك بقيتي حلوة. فرحانة ضحكت وقالت ده عشم ابليس في الجنة، المنحوس منحوس حتى لو علقوا على راسه فانوس. بنتك وحشة يا عمي، وهتفضل وحشة طول عمرها، عشان هي وحشة من جوه قبل بره. قومي من وشي يا بنتي يا فرحانة، حضري لي الاكل يلا، وبعدها جهزي نفسك عشان خاطر العريس لما يجي ياخدك. وانت يا فهيمة قومي عشان تظبطي البيت ده عشان العريس اللي جاي. بقولك اهله اغنياء قوي، ناس فوق فوق، ما ينفعش يجوا ويلاقوا البيت بالمنظر ده. طب بقولك ايه يا عماد، بدل ما هم ناس يا اخويا اغنياء كده، ما تاخد يا اخويا بنتك اعتماد بدل المسغودة فرحانة دي، يمكن يقبل بيها ويتجوزها ونفرح ببنتك. ايه رأيك يا اخويا؟ بقولك مش هينفع، هو لو جه وشاف بنتك اعتماد هيطفش من هنا. يا فهيمة افهمي، خلينا ناخد منه قرشين ونجوز له البت فرحانة ونخلص منها. ماشي يا اخويا اللي تشوفه، بس عشان خاطري اول ما تاخد الفلوس من العريس اعمل للبت اعتماد شعرها كرياتين. يا اخويا اللي هي بتقول عليه ده، خليها تبقى حلوة زي البنات، وربنا يعدلها لها عشان ما تقعدش في قرابيسي. وبعد شوية دخلت فرحانة عشان تجهز نفسها عشان العريس قرب يجي. اما بقى في بيت مروان العريس، والله العظيم حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه ده. انتوا بتجوزوني ولا بتعاقبوني؟ انا مش عاوزة اتجوز واحدة من الفلاحين، وكمان اسمها فرحانة. سيبوني، انا عايز سالي صاحبتي. فيها ايه يعني لما اتجوزها؟ مش هيحصل يا مروان، وعلى جثتي. انا تعبت منك وتعبت من تجاربك الفاشلة مع البنات، وكل يوم عمال تعمل لي مشكلة شكل. انت لازم تتجوز، وعلى فكرة انت لو صممت تتجوز اللي اسمها سالي دي مش هتاخد مني ولا مليم من فلوسي. سامع ولا لا؟ حاضر يا بابا سامع، بس على فكرة انت كده بتجوزني غصب عني كأني عيل صغير. وبراحتك بقى، انت كده بتعذب بنت الناس اللي هتيجي من الفلاحين اللي اسمها فرحانة دي. انا طالع البس. بالراحة على ابنك شوية يا فتحي، ما ينفعش اللي انت بتعمله معاه ده. هو انت فاكر باللي انت بتعمله ده انك كده بتربيه؟ بالعكس، انت هتخليه يقسي قلبه اكتر واكتر علينا. انا عارف انا بعمل ايه كويس قوي، والبنت اللي احنا رايحين نجيبوها دي هتخليه يمشي على عجين ما يلخبطوش. هي اللي هتربيه من اول وجديد، وهتعلمه اللي احنا معرفناش نعلمه. وبكره تشوفي يا سرايا. وفعلا مروان جهز نفسه هو وابوه وامه وركبوا العربية وسافروا البلد عشان يروحوا الفلاحين عند فرحانة. اما بقى في بيت فرحانة كانت واقفة قدام المراية وبتقول خطابك كتير وقالولي تستاهلي الذهب اللولي. مالك يا اعتماد عمالة تبصي عليا كده ليه؟ انت زعلانة ان هسيبك وامشي ولا ايه؟ لا طبعا مش زعلانة، ده انت هتمشي من هنا وهنجيب خدامة غيرك من هنا. بس انا زعلانة عشان انا مش حلوة زيك كده، وشعري مش حلو زيك. وانت بقى هتتجوزي قبلي، وانا كل البنات كمان هتتجوز قبلي وانا قاعدة كده. صحيح، ما الواحد اللي زيك يكون له حظ، وانا سبحان الله. سبحان الله فعلا. واخدة يا بنتي اعتماد من امك كل حاجة، حتى لسانك الطويل. اخيرا هرتاح منك ومن منظرك العكر ده. يا بنتي ده انت تخوفي بلد مش عيال بس. احترمي نفسك يا فرحانة عشان ما اقولش لابوي. يا اختي تنيلي عليكي وعلى ابوكي، هو ده عم؟ ده المفروض يسموه ابو لهب. ايه ده؟ سامعة يا بنتي يا اعتماد، العريس وصل يا بنت. وصل؟ طب انا خارجة اشوفه الاول، خليك انت هنا. لو النبي يا اعتماد بلاش تخوفيه عشان ما يمشيش يا بنت. خد يا بنت هنا. وفعلا العريس جه وقعد في الصالون مع عماد وفهيمة، واعتماد دخلت عليهم وقالت ازيك يا عريس، عامل ايه؟ مروان صرخ وقال الحقني يا بابا، معقولة هي دي اللي انت جاي تجوزها لي؟ اعوذ بالله، انت مين يا بنت انت؟ اعتماد بزعل انت بتعمل كده ليه؟ انا اسمي اعتماد.
لا ما تخافش يا عريس، مش هي دي العروسة، دي بنت اعتماد. العروسة اسمها فرحانة، استنى اندهلك عليها. يا بنت يا فرحانة، تعالي يا بنت. فرحانة دخلت على مروان ومعاها صينية الشربات وبتقول اتفضل يا عريس. في الوقت ده مروان سرح في عيون فرحانة وعرف قد ايه هي أمورة وحلوة، لكن برضه كان متضايق لأنها من الفلاحين ومش عاوز ياخد واحدة من هناك. متشكر، مش عايز أشرب حاجة، حطيها على الترابيزة. يا ريت بقى تقول طلباتك يا حاج عماد، عشان احنا ناويين النهارده نكتب كتب الكتاب وناخد فرحانة معانا ونسافر مصر، عشان مش هنعرف نيجي هنا تاني. اهم حاجة يا عم الحاج تدي ابويا 1000 جنيه ونص، عشان يعمل شعري الكرياتين، عشان شعري يبقى ناعم. روحي يا شيخة الهي يكسفك انت وامك وابوكي. وانت مستعجل على ايه يا حاج فتحي؟ على عموم البنت بنتك، وشوف بقى هتمنها بكام وتديني تمنها. مروان اتصدم وقال انت بتتكلم بجد؟ انت بتبيع بنت اخوك؟ يا ساتر يا رب عليك، صحيح على موطية، بس يا مروان ما يصحش كده. اتفضل يا حاج عماد، الفلوس كلها على الترابيزه اهي، واحنا جايين جبنا معانا المأذون هيدخل يكتب كتب الكتاب وهناخد البنت ونمشي على طول. قلت ايه؟ قلنا ايه؟ لا 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 لا، حلال عليكم فرحانه يا باشا، ربنا يكمل لكم على خير يا رب. قوم يا بنت فرحانه حضري شنطه هدومك. ما حضراها بقالي 5 سنين، اخيرا همشي واغور من وشكم ده. اعوذ بالله من غضب الله، ده انتوا وشكم يقطع الخميره من البيت. انا مش عاوزه اشوف وشكوا تاني، انت فاهمه ولا لا؟ اخصى عليك يا بت يا واطيه، هنت عليك العشره يا بت، ده انت قاعده اكله شاربه نايمه. عشره ايه واكل وشرب ايه؟ ده انا كنت شغاله 50 شغلانه في اليوم، وانت مقعده اعتماد بنتك السنيوره. قال ايه؟ عشان هي معاها اعتاديه وانا معايا ابتدائيه. يلا بقى وريني مين اللي هيخدمكم من بعد النهارده. وفي الوقت ده المأذون دخل وكتبوا كتب الكتاب، ومروان جاي ياخد فرحانة عشان يمشي. أبوه وقفه وقال يا بنتي ما يصحش كده، خشي الأول ودعي أهلك عشان ممكن ما تشوفهمش تاني. عارفة يا باشا، يلا بينا من هنا، دول أشكال واطية وياما أذوني، أنا مش عاوزة أشوفهم تاني. ياه، شكلك طيبة وغلبانة قوي يا فرحانة. إن شاء الله يا بنتي نقدر نسعدك ونعمل لك كل اللي انت عاوزاه، وانا بقى هعوضك عن كل اللي انت شفتيه مع عمك ومرات عمك. ربنا يخليكي ليا يا حماتي، شكلك طيبة وبنت حلال. ووصلوا لحد الفيلا اللي هم عايشين فيها. فرحانة دخلت الفيلا وقالت الله يا حلاوة يا ولاد، المتحف اللي انتوا عايشين فيه ده انا مرات عمي كانت مفهماني ومحسساني انها معيشاني في قصر، واتاريها كانت معيشاني في عشه. بقولك ايه يا بتاع انت ولا تكلميني ولا اكلمك، فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ انا اتجوزتك بس عشان خاطر بابا، لا اكتر ولا اقل. مش عاوزه اسمع صوتك في الفيلا دي طول ما انا موجود، مفهوم؟ لا، انت لو هتفكرني ان انا فرحانه واسم على مسمى تبقى غلطان، ده انا شرشوحه وممكن اعمل لك هنا زفه. بقولك ايه يا ابن مصر، البنات اللي انت عرفتهم كوم وانا كوم تاني خالص، سمع ولا لا؟ مروان بص بصدمه وقال ايه ده، انت مش كنتي من شويه بنت كيوت وجميله؟ ايه اللي حصلك؟ ما صحيح فلاحه. وبعدها سابها وطلع اوضته، ونادى ابو مروان عليها وقال زي ما اتفقنا يا فرحانه. حاضر. فلاش باك، ابو مروان قابل فرحانه قبل كتب الكتاب وقال لها بص يا فرحانه، انا ابني متدلع، لازم تشكميه وتحكميه، لازم تتدلعي عليه وتشدي عليه في نفس الوقت. انت فاهمه يا فرحانه؟ حاضر، واللي انت عايزاه انا هعملهولك. تمام تمام يا عم، حاضر. نرجع فلاش باك. بقولك ايه يا حماتي، انا جايه استأذنك عشان عاوزه اعمل لابنك مروان عمل يخليه قرد ما يعرفش يمشي على رجليه ابدا، ممكن اعمله؟ ضحكتيني والله يا فرحانه، شكلك دمك خفيف وطيبه قوي يا حبيبتي. انا عارفه ان انت هتلاقي من مروان معامله وحشه قوي، بس معلش حقك عليا، ان شاء الله بكره يتغير ويحبك وتحبيه. شكله براوي زي عم عماد، بس على مين؟ ده ما يعرفش ان انا فرحانه والاجر على الله. انا هطلع فوق الاوضه بقى عشان استريح شويه، مع السلامه يا حماتي. ماشي يا حبيبتي اطلعي. وفعلا طلعت فرحانه الاوضه ولقت مروان نايم على السرير، وساعتها قالت له ما تقوم كده يا مروان، عايزه اتكلم معاك.
بقول لك ايه، انا بقى هوريك اللي عمرك ما شفته في بيت، ولا قبل ولا بعد. ايه ده بجد؟ انت طالعه عليكي في الكلام ده؟ انا بحسبك خام وبتتكسفي عشان يعني من الفلاحين وكده. انا موافق جدا، اديني قاعد، وريني اللي عندك. ثواني بس ادخل الحمام هغير هدومي واجيلك، ده انا هلبس لك طقم تمريض عمرك ما شفته على حد. واو، انت معاكي الطقومه كمان؟ لا، انا حاسه انك انت هتبهريني. خش يا فرحانه غيري وانا هقعد استناكي. شكلي هغير تفكيري فيكي واحبك يا فرحانه. وفعلا فرحانة دخلت الحمام وغيرت ولبست طقم التمريض اللي هو عبارة عن بنطلون أبيض وبلطو أبيض لحد الركبة والطاقية على دماغها، وماسكة في إيديها كالونة وخارجة بتقول: وسع كده وسع كده، مين اللي تعبان؟ مين اللي بيتوجع؟ فرحانة الممرضة جاية عشان تشفيكم من أي وجع فيكم. إيه رأيك بقى يا مروان؟ عجبك مش كده؟ بقى هو ده طقم التمريض اللي انت كنت بتتكلمي عليه من شوية؟ يا سوادك يا مروان، يا ايامك السودا اللي هتشوفها مع مراتك فرحانة يا مروان. حرام عليك يا شيخ، ده انا قلت ان انت فهمتيني. امشي من هنا يا فرحانة. خلاص يا مروان، ما تزعلش نفسك، لو طقم التمريض ده ما عجبكش انا معايا طقم المدرسة، بص هبهرك. طقم حلو ولذيذ كده ولا هيطلع زي اللي انت لابساه ده؟ كل اللي اقدر اقوله لك بص عليا وملي عينيك يا قرموط. وفعلا دخلت فرحانة وغيرت هدومها ولبست طقم المدرسة اللي هو عبارة عن بنطلون كحلي وشميز لحد الركبة أبيض، وحاطة شنطة على دراعها وماسكة كراسة في إيديها وخرزانة في إيديها التانية، وخارجة من الحمام وهي بتقول: قالوا التربية قبل التعليم، والخرزانة تعلم اللي ما تعلمش، وسع ياض. وهي بتعمل بالخرزانة جت في مروان قال بغضب وعصبية: وربنا حرام عليك اللي انت بتعمليه فيا ده. فينك يا سالي؟ انا اللي غلطان اني سمعت كلام ابويا. ايه المشكلة يعني؟ ما كنت عشت فقير، يعني كنت هموت من الجوع. اهون عليا من اني اشوف واحدة زيك يا فرحانة. امشي من قدامي يا فرحانة، غيري هدومك دي وخشي نامي. عارفة يعني ايه تنامي؟ نامي، الهي ما تصحي تاني. طب خلاص ما تزعلش نفسك، انا بقى معايا طقم الشم النسيم، انما ايه ما اقولكش عليه يا بيه، كل اللي هقولك عليه. في الوقت ده مروان قطع كلامها وقال: لا تقوليلي ولا اقولك، انا مش عاوزك تلبسي حاجة تانية. طقم شم النسيم اللي هو عبارة عن ايه؟ اكيد هتلبسي لي وردة وخارج منها شوك. انا مش عاوز منك حاجة يا فرحانة، سيبيني في حالي. لا بقولك ايه، فوق كده هزعقلك، هضربك. هو انت فاكر نفسك ايه يا باشا؟ الباشا وانا الجارية؟ لا يا حبيبي، فوق جاتك نيلة، الهي يجيلك اسهال ما توعى تخرج من الحمام. وبعدها راحت جري ونامت على الكنبة، ومروان نام على السرير. وتاني يوم فرحانة نزلت المطبخ وقررت انها تعمل الفطار بايديها. الله على جمال الريحة، ايه الفطار الجميل ده يا فرحانة؟ عارفة انت من ساعة ما جيتي البيت ده والبيت اتملى ضحك وسعادة، ما شاء الله عليكي. ربنا يكبر بخاطرك يا حماتي. انا مش عارفة ابنك اللي لسانه متبري منه ده مش طالع حلو زيك كده ليه؟ حقك عليا يا فرحانة، ان شاء الله مروان يتغير وهيحبك والله. وفي الوقت ده مروان نزل وقال لمامته: انا خارج يا ماما، رايح النادي، عاوزة حاجة؟ خد معاك فرحانة شوية يا مروان، هي اكيد اتخنقت من قعدة البيت، خدها معاك النادي وفسحها يا بابا. ابوس ايدك يا ماما، انا مش عاوز فضايح في النادي، مش عارفة دي دماغها متركبة غلط. الله يسامحك يا بابا، انت السبب في كل اللي انا فيه ده. اسمع كلام امك يا مروان، انا طالعه البس وجايه، استناني. الله يسامحك يا امي، اديكي دبستيني فيها زي ما ابويا دبسني بالظبط. يا حبيبي دي بقت مراتك، يعني حاول تحبها، بلاش تظلمها عشان خاطري يا ابني. يا مروان دي بنت حلال وبتحبك. ايه ده سيبك انت من كل الكلام ده، من فرحانة ومن غيرها. ايه ريحة الاكل الحلوة دي؟ انا اول مرة اشم ريحة اكل حلوة كده. انت جايبة طباخة جديدة ولا ايه؟ لا يا سيدي، دي مراتك فرحانة، صحت من النوم وعملت لنا الفطار، وما شاء الله نفسها في الاكل جميل قوي. اقعد يلا عشان تفطر بدل ما انت بتمشي من غير فطار كل يوم. وفعلا مروان قعد على الفطار، مع ان مش عوايده، ده كان بيمشي من غير فطار خالص. يلا بينا يا مروان،
انا جاهزة عشان اروح معاك النادي. ايه ده؟ هو انت قاعد بتفطر؟ يا فرحانة قاعد بيفطر، مع انه مش عوايده خالص انه يفطر، بس جمال اكلك بقى ما عرفش يمسك نفسه. بصراحة اكلك جميل قوي زي عيونك، قصدي يعني طلع نفسك حلو في الاكل، عقبال لسانك كمان لما يبقى حلو بدل ما يبقى دبش. وبعدين ايه اللي انت لابساه ده؟ هو انت فاكرة نفسك في الفلاحين يا فرحانة ولا ايه؟ انت مش هينفع تيجي معايا النادي بالطريقة دي. تعالي الاول نعدي على اي مول اجيبلك منه هدوم تلبسيها عشان تعرفي تخشي معايا النادي. الله، ما انت طلعت حلو وطيب ورومانسي اهو، لازمة ايه بقى الدبش اللي انت عمال ترميه من لسانك في الرايحة والجاية؟ لا لا، اوعي تفهميني غلط، دي لا رومانسية ولا حب. انا ساعات برضو كده باخد الكلب بتاعي واجيب له شوية حاجات من المول هو عايزها واروح بيه النادي، فده الطبيعي يعني بتاعي. فرحانة بغيظ قالت: كلب؟ انت بتشبهني بالكلب يا مروان؟ لا، بقولك ايه، انت ما تعرفنيش، ده انا ولا خلي يلمني ولا عمي يربيني، ممكن افتح لك دماغك دلوقتي، سامع ولا لا؟ عيب كده يا مروان، ما ينفعش يا حبيبي تشبه مراتك بكلب، حقك عليا يا فرحانة. يلا قوم صالحها وخدها المول، هات لها اللي هي عايزاه، ربنا يهديكم يا ولاد. وفعلا مروان اخد فرحانة وركب العربية وراحوا المول عشان يشتري لها الهدوم اللي هي عاوزاها. وفي المول يا حلاوة يا ولاد، يا حلاوة. تعالي يا اعتماد يا كارتة شوفي الهنا اللي انا بقيت فيه، ولا تعالي يا فهيمة يا مرات عمي شوفي اللي انا بقيت فيه، يجيلكم جرب يا رب بسبب كل اللي انتوا عملتوه فيا. فرحانة انا مش عاوز رغي كتير، هندخل المحل ونجيب حاجة تلبسيها عشان نروح بيك النادي. طيب يا عم ما تزقش كده، ايه كل حاجة خناق عندك يا باي؟ ايه رأيك بقى في اللون الابيض ده؟ الفستان ده هيبقى حلو قوي عليكي. لا يا مروان، انا نفسي في الاحمر ابو لميع ده، هيبقى عليا جميل، انا بحب الاحمر المسخسخ ده قوي. نعم، هتلبسي لي احمر مسخسخ في الشارع وكمان في لميع؟ ليه، متجوزة سوسن ولا ميرفت؟ لا طبعا، انت هتلبسي الابيض يا اما الاسمر، اختاري حاجة من الاتنين. ايه ده، هو انت كمان طلعت بتغير؟ ده انا بحسب شباب مصر كده عادي يعني في كل حاجة. لا بقولك ايه، كشكشها كده وما تعرضهاش، انا ما بحبش الخنقة. خشي البسي يا فرحانة الفستان الابيض ده عشان نروح النادي. وفعلا فرحانة دخلت ولبست الفستان الابيض وراح بيها النادي. وفي النادي، ايه ده يا ميرو يا حبيبي، بقالك كتير قوي ما كلمتنيش، فينك يا وحش؟ كل ده بعيد عني، ومين اللي معاك دي؟ انا اول مرة اشوفها. فرحانة بغيرة: انا مراته يا حبيبتي، وان شاء الله مش هتكون اخر مرة تشوفيني فيها. وبعدين ايه يا ميرو دي؟ اسمه مروان يا حبيبتي. ايه ده، هو انت اتجوزت؟ اخص عليك يا خاين، انا اللي غلطانة اني سمعت كلام واحد زيك. هو اصلا شكل مراتك كده جاية من الفلاحين، هو ده اخرك واحدة فلاحة. احترمي نفسك يا سيد، انت لو بتغلطي فيها يبقى كأنك بتغلطي فيا بالظبط. يا ريت ما تنسيش ان هي مراتي، وانا ما وعدتكيش بأي حاجة. والنبي ما تتعب نفسك يا ميرو، سيب لي انا الطلعة دي. ملك يا دوت الارض يا خزرقان الناشف، يا عصاية الغلاية في الارض مرمية، يا برص ماشي على الحيطة. ها، تحبي اقولك كمان واضحك كل اصحابك عليكي ولا كفاية كده؟ هقول ايه، انا اللي غلطانة اني وقفت مع واحدة زيك فلاح. انا سايبالك كل النادي وماشية، العيب مش عليكي، العيب على مروان اللي سامع كل ده وساكت. انا جوزي قال لي اللي يضايقك اشتميه وخدي حقك واعملي اللي انت عايزاه. انا قلت كده قبل كده؟ اسكت انت ما تعرفش حاجة في كده الحريم. خلاص يا سالي، اقفلي على الموضوع ده، وكل شيء اسمه ونصيب. وانا ايه يعني اللي يزعلني؟ وانت فاكر اساسا ان انا بفكر فيك؟ يلا يا اصحابي من هنا عشان نمشي، المكان بقى زبالة بعد ما الفلاحين دخلوا فيه. يلا يا اختي، في داهية عقبال ما تمشي من الدنيا خالص. والنبي كلها البت اعتماد الكارتة بنت عمي، نفس صرمها وسفرها. خلاص بقى، يا ريت لما حد يجي يسلم عليا تاني بلاش وصلة الردح دي لو سمحتي. اعمل ايه يا ميرو، ما هو غصب عني، ما انا بحبك وبغير عليك. اما انا عامله لك حتة مفاجأة في البيت، انما ايه، لما تروح هتشوفها بنفسك. خير يا رب، اوعي بس يكون نفس الطقم اللي لبستيه بتاع الممرضة والمدرسة. انا في عرضك، مش عاوز مفاجآت. لا، عامله لك الاكله اللي انت بتحبها، وربنا يقدرني واسعدك يا مروان. انت فعلا طلعتي جميله قوي يا فرحانه، من جوه ومن بره، ربنا يخليكي ليا يا رب.
وفعلا فرحانة مشت على الدرس اللي حماها قالهولها عشان تقدر تكسب قلب ابنه وتغيره بسهولة. وبكده كمان مروان حبها وحبها قوي كمان. هي فعلا جميلة وطيبة من جوه ومن بره، وعاشوا مع بعض في سعادة وهنا. وبكده تكون خلصت قصتنا. أتمنى إنها تكون عجبتكم. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم إشعار بكل قصة جديدة بننزلها. مع السلامة.